موضوع اليوم هو موضوع حساس، موضوع يخوف صح. لماذا تخاف المرأة أن تقول كلمة لا؟ علاش ما تقولش لا؟ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مساء الخير، مساء الأنوار حبيباتي الغاليات، مرحبا بكم، مرحبا بك أختي في قناتك. بدلي عقليتك تتبدل حياتك، غيري عقليتك تتغير حياتك. اليوم موضوعنا حساس جدا جدا، موضوع يمكن كل امرأة مرت به أو ما زالت تعاني منه يوميا من غير ما تنتبه. لماذا نخاف نقول لا؟ كلمة صغيرة 3 حروف، لكن ثقلها كبير، وللأسف كثير من النساء يربطوها بالخوف، بالذنب، بالرفض من الناس، وأكثر حاجة من أقرب الناس. بداية كيفاش بدا هذا الخوف؟ حنايا كما راكم تعرفوا من الصغر نقولوا للبنت اسكتي، خليهم يسبقوك، ما تزعفيش، خليهم يرتاحوا. تعلمنا انه المرأة لازم ترضى، تكون دايما طيبة مؤدبة وما ترفضش، وكأنها مسؤولة عن سعادة كل الناس. والنتيجة بنت تكبر وهي تخاف تقول لا. وكما قلت لكم، والنتيجة بنت تكبر الله يبارك وهي تخاف تقول لا، تخاف ترفض، تخاف تزعل وتزعف الغير، حتى لما تكون تعبانة، حتى لما الشيء ضد قناعتها تقول ما نقدرش نرفض، واش راح يقولوا عليا. وقتها تبدأ تخسر في نفسها. ايه حبيبتي، لما تقولي نعم وانتي حابة تقولي لا، راكي تعيشي ضد روحك، راكي مرحمتيش نفسك، راكي تشدي في عبء مش عبئك، راكي تكبتي في مشاعرك غير باش ترضي الناس، وما هوش هامك تعبك انت. تتنازلي، تضحي، ترضي، وفي النهاية واش؟ في النهاية تلقاي نفسك وحدك تعبانة منهارة ومتقيدة. شحال من مرة خدمتي حاجة وانتي مكروهة؟ جاوبيني. شحال من مرة قبلتي الطلب فقط باش ما تقوليش لا؟ شحال من مرة بكيتي وحدك لأنك ما قدرتيش تحطي الحدود؟ جاوبيني. واسكو كي نقول لا تعني القسوة؟ هذا هو السؤال اللي نغلطوا فيه. هل إذا قلت لا نولي أنانية؟ الجواب أكيد لا وألف لا. قولك لا هو احترام لوقتك، لطاقتك، لنفسك ولعلاقتك أيضا. الإنسان اللي يحبك ويقدرك يا العزيزة راح يفهمك ويقبل حدودك. إذن أرواحي معايا اليوم نقول لك ونعت لك ونخبرك كيفاش تقولي لا وانتي مرتاحة. ايه، تقولي لا وانتي مرتاحة. شوفي أختي، قولي لا ما يحتاج صراخ، لا غضب، لا شرح طويل، يحتاج وضوح، هدوء، احترام. بعض الأمثلة البسيطة تقول فيها لا بأدب: لا، آسفة، ما نقدرش نحضر اليوم. لا، هذا ما يناسبنيش.
لا ما نقدرش نساعدك في هذا الوقت، اني تعبانه. من غير اعذار وهميه، ما تكذبيش على روحك. من غير اعذار وهميه، من غير تبريرات، كوني صريحه. نعم واثقه، في البدايه راح يكون صعيب عليك، راح تحسي بالذنب، لكن مع الوقت راح تقولي لا ونعم صادقة. واليوم نعتلك كيفاش تتخلصي من إحساس الذنب. لما تقولي لا ضميرك ممكن يأنبك، لكن انتي سقسي نفسك، هل أنا رفضت لأن الشيء يؤذيني؟ هل أنا مجبورة نرضي الكل؟ وما تنساش يا حبيبتي، المرأة مش مسؤولة على راحة الناس على حساب راحتها، مش مسؤولة على راحة الناس على حساب راحتها، مسؤولة على نفسها، على صحتها وعلى كرامتها. ايه، ونعطيك بعض الخطوات تعينك تبني شخصيتك. الأولى، دربي نفسك على قول لا كل يوم، حتى في الأمور البسيطة. اكتبي في دفترك مواقف تمنيت فيها تقولي لا وراجعيها. كوني واعية برد فعلك، هل قلتي نعم خوفا ولا اقتناع؟ افتحي نقاش صريح مع من قدامك، مع من عايشين معاك، واشرحي حدودك. احكي لنفسك كل يوم انا نقدر نقول لا، انا نستاهل الاحترام. والنتيجة راح تتفاجئي، الناس اللي يستغلوك راح يبعدوا، الناس اللي يحترموك راح يقربوا اكثر. قولك لا ما راحش يفلتر علاقتك، بالعكس يقويك من الداخل. اختي العزيزة، ما تخليش الخوف يمنعك تعبري عن نفسك، ما تخليش واش راح يقولوا يتحكم فيك. كوني حرة في قراراتك، كوني صادقة مع ذاتك، وقوليها اليوم بصوت عالي، انا نرفض اللي ما يناسبنيش، وانا نحب روحي. اذا عجبك هذا الفيديو حبيباتي الغالية، شاركيه مع اختك، مع صاحبتك، مع صديقتك، مع امرأة تحبها وتخافي عليها وراهي كذلك منهارة وخايفة. انا نخليك مع السلامة والطمأنينة، ونقول لك بدلي عقليتك تتبدل حياتك. والسلام.